السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجالتنا اخباركم ايه؟ اقل من يوم وتبقى اخيرا طالب جامعي. مبدئيا كده انا جاي اكلمك كده في شوية حاجات. لو انت قاعد وجنبك والدك او والدتك يعني افتح التليفون وسمعه معاك، فالفيديو ده يخصك ويخص اهل بيتك. بص يا سيدي، مبدئيا كده انا هكلمك كأن اخوك الكبير. انا من 5 سنين كنت في مكانك ومستني عادي درجتي. انت طبعا احساسك مفيش حد حواليك هيحس بيك الا انت. يعني من الاخر ممكن الدرجه التانيه اللي هنقولها اهلك بس، لكن لو شفتني انا او اي مدرس بيكلمك وبيقول لك يا عم ما ده هو يوم ومش هتزعل والكلام ده كله، لا. انا لو معايا ابني او بنتي وربنا ما وفقهمش هزعل، وبعد كده لو انا عندي فرصه ان انا ادخله خاص ممكن ادخله خاص. فاللي من الاخر اللي جوه الموقف غير اللي بره الموقف. بس اللي اقدر اقوله لك ان احنا ممكن نقول لك شويه حاجات فعلا الحاجه دي حقيقه بايه؟ بتجربتنا اللي فاتت. انا هو لسه مخلص اخر سنه في كليه هندسه وبقول لك اهو، انا حاسس ان انا لو ما كنتش اشتغلت جنب دراستي، لو ما كنتش اديت دروس، لو ما كنتش ظهرت قدامك دلوقتي، هحس ان انا زي اي واحد متخرج من كليه هندسه سواء من عام او من خاص ومستني ان انا اشوف اي شغلانه باي مرتب. لكن الشاطر اللي هو يشوف ربنا هيديله المكان الخير ليه ويعمل مشروع لنفسه، يقدر حتى لو مش هيكسب وهو في الدراسة يكسب ان شاء الله بعد كده، ويبقى قدوة لأي حد أصغر منه. دي وجهة نظري. المهم يا سيدي، مبدئيا كده انت خلاص ان شاء الله بكرة بالنسبة لك يوم عمرك ما هتنساه. حلو كده، بس انت خايف ان الموضوع يقلب معاك، انك انت تجيب مجموع مش اللي هو في دماغك. حلو كده، وانت اصلا دي حاجه وارده، لان مش انت اللي هتحدد انت رايح فين، دي حاجه بتاعت ربنا. ياما ناس كان نفسها تخش طب وهندسه ودخلت كليات هم فاكرين ان هي اقل منها ونجحت فيها عن الراجل اللي في طب وهندسه. في ناس عندنا في طب وهندسه ياما بالملاحق، وفي ناس في كليات تربيه واداب وحققوا ان هم يرتبوا على الدفعه وبقى معيد وشويه شويه وبقى دكتور والراجل مكمل. فاللي في تربيه واداب وزراعه وخدمه اجتماعيه مش اقل من اللي في طب وهندسه. انت عارف اصلا ان طب وهندسه دلوقتي بقت كتير، والخاص بقى اسهل من العام، والطلبه كتير. يعني انت مجرد نقطه هتتخرج من وسط ناس كتير عادي جدا، يعني مفيش اي حاجه. بس احنا كشعب يعني واخدين ان في طب وهندسه ده حاجه كده مختلفه ركنها، صح كده؟ بالرغم ان انت لما تشوف حد مثلا في خاص شويه تقول لا ده خاص مش عام. احنا هو الفكره فينا احنا يعني مش اكتر. لكن والله العظيم احنا معانا ناس في تربيه وناس في علوم وناس في خدمه اجتماعيه وناس في اداب، ناس مجتهده جدا عادي جدا مفيش اي مشكله. وتلاقي واحد طالع من زراعه مبسوط جدا. الحياه مش هتقف هنا. يعني الراجل اللي حاطط في دماغه ان هو بكره اخر يوم في حياته ولو هو محققش اللي عاوزه هيقطع مش عارف ايه وهينتحر ويشرب واحده غله والكلام ده كله، لا، الحياه مش هتقف هنا. الحياه الجامعيه مختلفه تماما عن ثانويه عامه، والله مختلفة تماما تماما تماما. وهتقابل ناس ياما، ناس كويسة ناس وحشة، وهتتعلم. احنا اهو خلصنا ال5 سنين طاروا هوا وتعلمنا وقابلنا ناس. وتيجي تقول لي يا مستر خلاص كده انت مبسوط بقيت مهندس وزي الفل، اقول لك لا والله، انا لو كنت طلعت وما كنتش عملت اي حاجه ما كنتش استفدت، وكنت استنيت زي اي مهندس متخرج عادي جدا. الراجل بيعمل ايه؟ بيشوف جيشه وبعد كده بيشوف اي وظيفه وخلاص وبتوكل على الله. لكن لو انت في دماغك ان هي هندسه وطب غيرها لازم اموت، مفيش منه الكلام ده. الحياه اللي جايه غير اللي ورا خالص. في واحد بيبقى ممكن دكتور وبيعمل مشروع لنفسه تجاره وبيكسب منها وهو بيبقى مبسوط هنا، وواحد بيخش حاسبات ومعلومات اللي انت بتقول يا نفسي اخشها وتلاقيه ان هو مش مهتم بمجاله اصلا وبيعمل مشروع في حته تانية خالص. لكن احنا بنقول انت تعبت وعملت اللي عليك واهلك حواليك شايفين ده، تستنى بقى. المجموع ده بتاع ربنا. اداك مجموع تخش بيه طب هندسه حاسبات علوم الكليات اللي انت نفسك فيها، خلاص يا عم اخش واجتهد فيها. اداك مجموع انت كنت مش متخيله اصلا فدخلت مجال انت مش في دماغك، دخلت كليه ادبيه انت اصلا مش في دماغك. انا داخل علم عشان اهرب من ادبي، لا، لازم ارضى بده. والموضوع مش سهل عليك، انا عارف ان الموضوع صعب عليك. ده انت ممكن اصلا تخش الكليه واول سنه انت مش مدرك انا ازاي دخلت الكليه دي وفي المكان ده، لا انا كان مكاني في الحته الثانيه. بس حرفيا انت اول ما تخش وتختلط بالناس وتخش جوه الناس كده وتخش جوه الايام، هتعرف ان اللي فات ده كان حاجه هبله خالص،
واللي جاي ده حاجه تانية خالص. فانت ربنا بيحطك في مكان هو عارفك ان انت هتأدي فيه، لكن انت لو حطك في المكان التاني انت ممكن ما تكونش تأدي فيه. وانا اهو بقولها لك، مهما الكلام اللي انا بقوله لك انت برضو جواك حاجة مختلفة. انا عارف ان انت نفسك تحقق الحاجة اللي انت نفسك فيها، بس احنا مش كلنا هنخش طب، ولا كلنا هنخش هندسة، ولا كلنا هنبقى مهندسين ناجحين، ولا كلنا هنبقى دكاترة ناجحين. حلو كده. في دكتور بيبقى متخرج وربنا بيفتح عليه وبيبقى عنده عيادة ولكن هو فاشل، وفي دكتور بيبقى لسه متخرج بس هو ما عندهوش قدرات ان هو يبقى عنده عيادة بس بيبقى ناجح. فالانسان ما بياخدش كل حاجة. حلو كده. انت المدرس اللي انت بتروح له، اللي انت اصلا بتتمنى ان انت تاخد معاه صوره، الراجل ده طالع من كليه تربيه او طالع من كليه طب او هندسه، بس هو مش شغال بمجاله. حلو كده. مش شغال اصلا بمجاله، بس انت نفسك تتصور معاه عشان الراجل ده اجتهد وبقى معاه عدد كبير وانت مش عارف توصل له. صح كده؟ طب هو خريج ايه؟ طب ما انا ممكن ابقى خريج تربيه وابقى مكان الراجل ده كله. طب انا ايه ليه قللت التربيه؟ ليه قلت؟ انت تربيه السنه اللي فاتت قبليها كان المجموع عالي بتاعها، ليه؟ علشان الناس راحت لها. فهو الكليه مش وحشه، احنا اللي بنوحش الكليه. يعني جت فتره حقوق دي كانت مش مذكوره، لكن لما احنا اهتمينا بيها وقدرناها حقوق عليت. فاهم قصدي ايه؟ فعشان ما اطولش عليك اكتر من كده، والحصه النهارده اول حصه في ثالثه ثانوي للرجاله ان شاء الله داخله، ربنا يكرمهم كده. انا عاوز اقول لك اللي جاي بكره ده بتاع ربنا مش بتاعك. انت عملت اللي عليك واجتهدت واهلك شايفين كده كويس، خلاص المجموع ده بتاع ربنا. لكن في ناس كتيرة عارفة، هي عارفة وهي بتسمعني دلوقتي ان هي قصرت في حق نفسها. في فرق ان انا احس بالتقصير وانا كنت مجتهد، وان انا فعلا قصرت في حق نفسي فربنا اداها مجموع على تعبها. فما تزعلش، الجاي احسن ليك. انت تخش مكان وتسعى فيه وتبقى حاجة، تخلق لنفسك مشروع، سواء انت ولد او بنت ما فرقتش كتير. في بنات بتعمل مشاريع بتبقى ما شاء الله عليها، في ولاد بيعملوا عادي مشاريع والمشاريع بتاعتها بتفشل، وتلاقي البنت ما شاء الله. فالقصة مش قصة ولد وبنت، لا انا البنت ليا كلية طب وهندسة غير كده حياتها تقف، لا لسه في مشاريع قدام. وخش الكلية اللي ربنا هيديها لك وتسعى فيها وان شاء الله ربنا هيكرمك. اما بالنسبة للاهالي، انت بدل شفت ابنك او بنتك تعبوا، الناس اجتهدت، بس هتعمل ايه يعني اكتر من كده؟ خلاص هم عملوا اللي عليهم وربنا اداهم اللي فيه الخير. لكن هنقعد نقول لو ويا ريت وغيري وبنت عمي وبنت عمتي ومش عارف ايه؟ لا انا ليا بنفسي. وحته ان انت اصلا خايف من الناس اللي حواليك، قسما بالله ما كنتش بحط الناس دي اصلا في دماغي. ايا يكن كنت هخش ايه. ايوه انا كنت حاطط هدف ان انا اخش هندسه وربنا كرمني، بس ما كانش هدفي اصلا الناس اللي حواليا. الناس اللي حواليا مهما يقولوا مش في دماغي، لانك انت معلش اي خطوه تاخدها في حياتك محدش من بره هيقول لك لا ده انت زي الفل، انت فعلا عملت الخطوه الصح. والله شوف انت اي حاجه هتعملها فيما بعد في حياتك لو عملتها مش هتلاقي حد بره الا القليل اللي هو يشجعك. غير كده انت ليك دعوه بنفسك ثم اهلك. مين اهلك كمان؟ ان هم في البيت مش اللي بره البيت حتى. مفيش حد هيتمنى لك الخير في اي خطوه بتعملها الا القليل، عشان في ناس كويسه جدا. فما تعملش حساب للناس اللي بره. انت تعبت وعملت اللي عليك وعندك ثقه في كده، خلاص ربنا حطك في المكان الكويس اللي هو شايفك ان انت هتأدي فيه، وأدي فيه عادي جدا. انت يعني لو اتحطيت في كليه ادبيه، طب ما تجتهد يا عم ومن خلالها تبدا تدي دروس وتبقى زي المدرس الشاطر. انت اتحطيت في كليه تجاره، طب ما يا عم حلوه التجاره، ما انا اشتغل في المجال بتاعي فيها ايه؟ مفيش اي مشكله. الحوار كله ما وقفش على كليه هندسه وطب. انا اهو والله متخرج اهو من بالظبط شهر ولا حاجه. ففي ناس كتير بتسالني يا مستر هل انت اتجهت للتدريس علشان حضرتك شايف ان مجال هندسه وحش او هو ما فيهوش شغل؟ مين قال كده؟ مجال هندسه فيه شغل عادي جدا، وفي شغل بمرتبات مش كويسه، وفي شغل بمرتبات كويس، في واسطه، في وسايط، وفي حاجات ما فيهاش وسايط. طب يا مستر ايه انت يعني هتشتغل هنا ولا تشتغل هنا؟ انا بقول لك ما اعرفش، اللي ربنا شايفه انا خير فيه هكمل فيه. سواء انا ربنا كرمني في مجالي ماشي، كرمني في مجال انا كنت في اعدادي هندسه انا عاوز اعمل حاجه لنفسي. اصلا انا ايه الفرق بيني وبين الناس اللي في كليات هندسه سواء عام او خاص؟ ما هو اللي معاه فلوس بيخش خاص عادي جدا. طب ما احنا طالعين احنا هنتخرج وليكن مثلا 20,000 مهندس ولا 50,000 مهندس في السنه الواحده، نقطه وسط ناس كتير. انا عملت ايه غيرهم؟
لا انا لازم اعمل حاجه اظهر بيها واكسب منها، وفي نفس الوقت اخلي ناس كتيره ممكن ابقى قدوه عندهم. دي كانت حاجه انا حاططها في مربع لوحديها علشان اتميز عن غيري. فانت لازم تفكر في حاجه انت تتميز بيها، حتى لو دخلت الكليه اللي انت نفسك فيها. انا بقول لك اهو، حاول انك انت تشوف لك حاجه تتميز فيها وتظهر فيها، ان انت لما تيجي تخش الكليه اللي نفسك فيها يا سيدي هتلاقي ان الموضوع مختلف عن اللي انت كنت بتفكر فيه، وهتلاقيك ان انت عادي زي اي حد. انا كنت فاكر اخش كليه هندسه اللي معدي واللي ماشي ولا هندسه والكلام، مفيش اي كده. انت كانك طالب عادي جدا والدنيا بتمشي والمواد بتعدي وكل حاجه وبتتخرج بتدور زي اي حد. الموضوع يعني مش اللي هو واو قوي، بس في النهايه بقول لك ربنا اداك اللي انت نفسك فيه، الف الف مبروك. حسيت ان انت اتظلمت او ان انت ما خدتش اللي انت كان نفسك فيه، لازم تقول الحمد لله، وان ده اكيد المكان الخير ليا. انا عارف الموضوع عليك صعب وان الموضوع هياخد فتره طويله، بس اتمنى من كل اولياء الامور ان هي تقف جنب عيالها كويس الفتره دي، لان اللي جاي هيبقى صعب عليهم. اتمنى ان هم بدل شافوا ان ابنهم او بنتهم تعبوا واجتهدوا وعملوا اللي عليهم، خلاص ده اسمه خير، وان شاء الله ربنا يوفقهم في اللي جاي. محدش عارف اللي جاي فيه ايه. اتمنى من ربنا ان ربنا يوفقك في الفتره الجايه وانت في الجامعه يا بطل. الحياه والله مختلفه تماما وانت في الجامعه عن قبل الجامعه. انا اهو خلصت الحياه الجامعيه وما اعرفش ايه اللي جاي، بس انا بقول لك اهو، الحياه الجامعيه فيها اصحاب جداد، فيها اصحاب كويسين، فيها اصحاب مش كويسين. تبدا تتعلم حاجات كتيره لحد ما تخلص الاربع او الخمس سنين بتوعتك، وساعتها تعرف ان الايام دي فعلا كانت ايام فيها الوحش وفيها الكويس. علشان الناس اللي بتقول لك ان الحياه الجامعيه دي احسن ايام، لا كان فيها ايام بصراحه يعني خلاص هنموت فيها، لكن فيها ايام كويسه، ولما جينا احنا خلصناها فعلا في ناس كتيره هتوحشنا، وفيها ايام فعلا بنفتكرها بنزعل عليها. فاللي جاي خير ان شاء الله. اوعى تعمل حاجه في نفسك ان انت تضيع نفسك او تنتحر او الكلام ده كله، والله العظيم تاني ما ليه لازمه. اللي جاي مختلف تماما عن اللي فات، والله ما ليه لازمه. صحتك اهم من حاجات كتير. حقك تزعل على التعب اللي انت عملته، حقك تزعل على الايام اللي انت صرتها، لكن ما تضرش نفسك الا نفسك. اوعى تضر نفسك. مفيش حاجه انا بقولها لك اهو انك انت تنتحر، مفيش حاجه اسمها ربنا هيسامحني، مفيش حاجه اسمها ربنا هيسامحني، ولا الناس تدعي لي، ولا الناس تفتكرني، ولا الناس تقول بص الظلم في التعليم حصل ايه، ولا الناس تقول ده بص كان فيه غش فبسبب الغش البنت دي او الواد ده موت نفسه. مفيش منه الكلام ده كله. انت مجرد لحظات او ايام كل الناس هتنساك. وشوف سنه بتعدي سنه، انت كنت امبارح داخل ثالثه ثانوي، النهارده في ناس غيرك داخله ثالثه ثانوي، فبننساك. مت، انتحرت، انت كده كفرت بالله، خلصت. مفيش حاجه اسمها ربنا مفيش. كفرت بالله وحيت بص تحط تحتها خط. هتيجي تقول لي يا مستر مش عارف ما تعرفش لا هي كده، انت انتحرت كفرت بالله، ما فيهاش رجوع. الناس هتقعد تقول والله ده فلان الفلان كان ممتاز جدا جدا بس انتحر عشان اتظلم، ما فيش منه الكلام ده. هيفتكروك يوم 2 شهر بالسلامه، انت هتبقى في مكان لوحدك. فبلاش تضر نفسك. اللي جاي ان شاء الله غير اللي فات. ربنا يوفقكم يا شباب. اتمنى ما كنتش طولت عليك، واتمنى ان انا واتمنى ان انا قلت لك كام كلمه كده تخليك مستعد بشكل اكتر. ان شاء الله بكره ربنا يوفقكم، وان شاء الله كل الناس باذن الله تجيب المجاميع اللي هي نفسها فيها. ربنا يوفقكم ابطال، ربنا يوفقك في الحياه الجايه. واتمنى ان انت ما تنساناش يا عم، وان شاء الله دايما مع بعضينا. هحط لك رقمي تحت في اي وقت ان شاء الله انت محتاجني فيه، سواء دلوقتي او قدام، معاك يا بطل. وان شاء الله هنتكلم عن كل الكليات، سواء من كليه الطب والهندسه لحد ان شاء الله خدمه اجتماعيه، كلها واحد. اهم حاجه تأدي في المكان اللي انت هتروح فيه باذن الله. سلام يا بطل.